أنا جميلة وأنيقة، وما زادني فخامة ووقار غير هذا اللباس التقليدي الجزائري الغني عن التعريف، اللباس اللي راه عالمي واللي هو الكراكو. الكراكو هو اللباس التقليدي الأصيل الجزائري، ظهر في القرن الخامس عشر طبعا، وأصبح اللباس الرسمي لسكان الجزائر العاصمة بالخصوص. كانت ترتديه الطبقة الأرستقراطية في المناسبات والأعراس والختان، وكان يعبر على الفخامة. هذا اللباس التقليدي مصنوع من قطعتين، لافيست كراكو ولا الغليلة، وفي الأسفل كاين سروال شلقة ولا سروال مدور. طبعا يكون مطروز إما بالفتلة أو الشعرة ولا لابغودغي أو المجبود بخيوط من ذهب، إما ذهبية أو فضية، ويزين بالعقاش ولا الأحجار الكريمة، وأحيانا حتى من الذهب. طبعا القماش كان يخدموه بالقضيفة ولا بالحرير، والآن أكيد طورت الأمور مع تطور الأقمشة. لاحظوا باللي البيوت الجزائرية لا تخلى من الكراكو، يعني ما كاش عروسة جزائرية تخرج بلا ما تلبس الكراكو وتتزين بالخيط الروح ولا بمحرمة الفتول اللي هي على شكل قطعة حريرية مفتولة بالخيوط. طبعا المرأة الجزائرية كي تلبس الكراكو إما تلبس معاه لاكاب ولا تلبس معاه الحايك. والآن مع تطور الزمن أصبحت المرأة الجزائرية أحيانا تلبسه مع دي جيب ولا مع دي بونتالون ولا مع دي غوب. لاحظوا بأن الكراكو خرج وتطور حتى خارج الوطن، ولاو يلبسوه أكبر المشاهير في العالم. طبعا نفتخر بلباسنا التقليدي الجزائري، ويجب علينا أن نحافظ عليه طبعا بمشاركتنا في المعارض داخل الوطن وخارج الوطن، وأن كذلك نعلم أولادنا الصنعة.